وليت نحشم كيفاش نهضروا مع الناس. هذا الاساس. هناك لوبي راه متحكم في قضيه على الملاعب. انا مانيش فاهم كيفاش هذا المشكل، يعني درنا ملاعب درنا كلش، علاه عندنا مشكل في الجزائر. جامي شفت في حياتي الاستاد يتبدلوا كيما الجزائر، جامي صرات. تروح تحوس ديروا لي روشة، الشعب الجزائري ولا يشوف فينا، روحوا سقسي وديروا دي روشة. علاش؟ باسكو سي دي جون كي ترافاي، باسكو سي دي جون كي راهم يحسوا فيهم اللي راهم يخلصوا. وين تلعب ما عندهاش ملاعب، نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 جوية منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير، وراهو يتطور من عام الى عام. وبعد الملاعب الجواريه اللي عندهم تصوروا اين وصلوا اليوم. هذا الاسبوع شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن ماذا بينا تاعنا دير على الاقل تعاند مثل هذا في مراكز في ملاعب. راح يكون عنده ملعب خاص به، ما دارت ليون في فرنسا، باريس سان جيرمان وما عندهمش ملعب تاعهم، راح يبنيوا واحد، راح يديروا ملعب وعطاو التوقيت وقتاش يخلص. طلعت قبل كده واتكلمت وقلت ان مفيش شعب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده في التاريخ الحديث بيبني عجايب الدنيا السبع قد شعب المغرب. شعب المغرب من الاخر ومن البلدي ومن غير تجميل كده على بلاطة زي ما بنقول، هو الشعب الوحيد الموجود على كوكب الارض دلوقتي اللي قادر على بناء التاريخ. ناس تقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام؟ اقول لك دي الحقيقة، انا مش ببالغ لما تجيب لي شعب بيبني ملعب رياضي المفترض انه يتبني في 2 أو 3 أو 4، بيجي يبنيه في 7 شهور، ومرة تانية في 5 شهور، ومرة تانية اللي بيبني في 5 بيبنيه في سنة. يبقى دول ايه؟ يبقى لازم تدور، يبقى لازم بلاش كلام وخلاص، لازم نشوف التجربة بتاعت الناس دي. النهاردة كل الإعلام منبهر بملعب مولاي عبد الله بالرباط. الناس بتقول ايه اللي بيحصل ده؟ بنتفرج على ملعب هيبقى أيقونة ملاعب الكان، زي ما بقول لك كده. واسمع كلام سيمو لما يكلمك، لأن أنا عارف بقول ايه. وبتفرج على إنشاءات في كل دول العالم، وبتفرج على إنشاءات في مصر وفي تونس والجزائر وفي غيرها. مفيش الإنشاءات المغربية ما بتتعملش في أي حتة. كنا لسه بنتفرج على افتتاح ملعب آخر وشفنا اللي حصل فيه والافتتاحية، واللي بعض وسائل الإعلام العربية ما قدرتش تستقبل المشهد في عينيها، فطلعت وكذبت وقالت ان اللي بيحصل ده ايش ذكاء اصطناعي، اللي بيحصل ده مش معقول، ده اعجاز علمي. النهارده اللي خلى الاعلام الجزائري بيعترف ومعنى ان حد يعترف، يعني تخيل لما حد يعترف لك وهو شايف بالفعل مقامك، يبقى ده اكبر اعتراف. لما المنافس بتاعك بيعترف لك ويقول لك انا ما عنديش ملاعب زي دي وانا ما عنديش مكان زي ده، يبقى ده اكبر اعتراف ليك واكبر اعتراف بحقك. لان انت مش الحبيب هو اللي بيعترف لك، ده كمان المنافسين بيعترفوا بان انت وصلت للقمه، بان هم مش قادرين يعملوا ربع اللي انت عملته. النهارده بيطلعوا يقولوا احنا ما عندناش في الجزائر هذه الملاعب، ما عندناش الجمال ده، ما عندناش القوه دي، ما عندناش البراعة دي في البناء. النهاردة اي شعب تقدمه بيتعرف منين؟ اي شعب تقدمه بيتعرف من قوته في البناء. والنهارده شعب المغرب بالفعل بيقدم قوه في البناء بملعب مولاي عبد الله اللي اتفرجنا على مشاهد منه، مشاهد من الخيال. بتتفرج على مشاهد ما تصدقش ابدا ان دي من الممكن ان هي تكون في دوله عربيه. حتى على فكره الصحافه العالميه والصحافه الاسبانيه والصحافه الفرنسيه بيتفرجوا على الملاعب دي، بيقول لك المغرب عملت الملاعب دي في الوقت القصير ده ازاي قدروا يعملوا هذه القوة، ازاي قدروا يعملوا الشيء الناجح ده بقمة العمارة الهندسية دي، بسعة الملعب الكاملة دي، بأكبر شاشة عملاقة موجودة في أفريقيا. محدش بيصدق ده، بس أنا بصدق. ليه؟ لأن اتفرجت كتير على مشاهد
سابقه لاخواتي من شعب المغرب، اتفرجت اخواتي من شعب المغرب في مشاهد سابقه عملوا ايه، يعني ايه اللي كانوا بيقدموه، ايه اللي كانوا بيعملوه، وشفت فعلا الناس دي لما بتحط دماغها في حاجه بتعرف تعملها، شفت الناس دي ازاي بيحبوا بلدهم، شفت ازاي دي الناس ازاي دي بيحبوا علمهم، ازاي بيحبوا يقفوا قدام علم المغرب ويضربوا له تعظيم سلام، واحنا من هنا من ارض مصر بنضرب لعلم المغرب تعظيم سلام وبنقول لهم انتوا ما بتشرفوش المغرب بس، انتوا بتشرفونا كلنا وبتشرفوا افريقيا كلها. إذا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات فريق إشبيلية بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء Buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Qué te gusta la mezquita de...? Sí, la más alta. Parece un poquito a la Giralda, pero es mejor. Claro. Pero es muy bonita, ¿eh? Impacta muchísimo. ¿Cómo te llama usted? Yo, Patricia. Patricia, ¿qué hace en el equipo de Sevilla? Yo llevo la parte de marca internacional. Marca internacional. إذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا معنا فريق سيفيا في هذه اللحظات تحت حراسة أمنية مشددة في زيارة لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. هذه المعلمة التاريخية اللي ما يمكنش شي سائح أجنبي ولا حتى المغاربة أنهم ما يجيوش ويشوفوا هذا الجمال وهذا الروعة. La belleza, ¿no? La belleza de la cultura árabe, de la cultura marroquí. قلت عجبها داك الشيء اللي داير عجبها. انا بغيت ندخل معاك هاك انا داخله انا ضرب واحد فوق هاك هد يعني كيف ما كتشوفوا معنا الستاف ولا اللاعبين كل شيء مبهور بهذا الجمال وهذا الروعه ديال المسجد الحسن الثاني. بمدينة الدار البيضاء. اليوم كاينة مباراة اللي غتجمع ما بين فريق الوداد الأمة وفريق سيفيا. تسمع مني يا شعب المغرب يا أغلى الناس على قلبي كلام عمرك ما هتسمعه غير من حبيبك سيمو، حبايبك ريمو سيمو. النهاردة كل دول العالم بعد الاحتفالية العالمية والتكريم العالمي اللي اتعمل في استاد محمد الخامس بالرباط لابن المغرب الغالي العالمي نجم كاس العالم وافضل حارس في العالم ياسين بونو. النهارده كل دول العالم ودول الاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص، وعايز بقى كلام مخصوص من سيمو من مصادر صحفيه، البرتغال واسبانيا على وجه التحديد بدأت تشوف ان المغرب هي نمرة واحد في كاس العالم 2030. شوف بقى، بكلمك على دول بحجم اسبانيا والبرتغال شايفة ان المغرب هي اللي هتشيل ملف كاس العالم 2030 بعد ما كان في ناس بتتوقع ان المغرب داخله كضيف شرف. النهارده قلم نزل على دماغ الناس دي وعلى وش الناس دي، وزي ما بنسمي بالمصري على صدغ الناس دي، ان المغرب هي الاساس وباقي الدول المشاركه في كاس العالم ده وهي اسبانيا والبرتغال هم اللي ضيف شرف في كاس العالم ده. لان النهارده الدول دي بعد ما شافت الاحتفاليه اللي تمت لياسين بونو وتكريمه على استاد محمد الخامس وعدد الجماهير المغربية اللي كانت مالية الاستاد
وازاي الجماهير الاسبانيه بقت بتتجول في شوارع المغرب بكل امان وسلام وحب وود، مع شعب بيعرف قيمه التحضر، وشعب بيعرف قيمه وكرم الضيافه واستقبال الغريب وكانه جزء من ارض المغرب. النهارده الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاسباني لكرة القدم بقى بيقول ان المغرب هي نمرة واحد، وبيشيد بملاعب المغرب وبيقول يا ريت كان عندنا التنظيم ده، يا ريت كان عندنا الجمال دي، يا ريت كان عندنا كرم الضيافة بالشكل ده، لدرجة ان المسؤولين الاسبان بيشكروا المغرب وشعب وملك المغرب على كرم الضيافة، على كرم الضيافة واللي شافوه وتجولهم على فكرة في مساجد المغرب بكل حرية. وشفتوا وريتكم فيديو على وجه الجماهير الأسبانية والسائحين الأسبان كان شكلهم عامل ازاي. فالنهاردة الاتحاد الأسباني والاتحاد البرتغالي والجميع بيؤكد قيمة المغرب في ملف كاس العالم 2030 وان هي الاساس، خاصة بعد النهارده بقى في بعض الاعلام العربي وانتوا عارفينهم مش قادرين يصدقوا، بقوا يصرخوا ويقولوا المغرب سبقتنا بسنين ضوئية. اتفرج النهارده على الاعلام بعض الاعلام اللي انتوا عارفين مسماه بالظبط عامل ازاي، واللي عايز ينكر الحقيقة. ولكن بعد ما دول كبيرة بحجم اسبانيا والبرتغال ودول في الاتحاد الاوروبي قالت الكلام المظبوط، ما ينفعش النهارده حد يطلع ينكر. بقت حقيقة، في حقائق كده، واخد بالك اللي حصل امبارح يا جماعة في ملعب محمد الخامس وتكريم ياسين بونو هي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. فبالنسبة للجميع عرف قيمة المغرب والتنظيم المغرب بيبقى شكله ايه في المواعيد الكبرى دايما. ايه المنظر ده، ايه الحلاوة دي والابداع والجمال ده. العالم عاجز بكل معنى.